تصريح خطير من مدرب المنتخب الجزائري يهز الرأي العام الرياضي. في خرجة إعلامية مثيرة، فاجأ مدرب المنتخب الجزائري الرأي العام بتصريح قوي بعد الهزيمة الأخيرة، من اللي جاوب واحد الصحافي اللي سولوا على الإحساس دياله من بعد الخسارة. المدرب قال باللي راه ما جاش يعبر على المشاعر، حيث الكورة فيها الربح والخسارة، ولكن جاي يخدم مقابل أجر وباغي حقه بلا دوران أو مراوغة. الأخطر في التصريح هو من اللي لمح المدرب لتدخل أشخاص ما عندهم حتى علاقة تقنية بالكورة، وقال بالحرف إن مكانهم الثكنات العسكرية، وإن هذه التدخلات تسببت في حالة نفسية صعيبة عند بزاف ديال اللاعبين، وخلقات جو مشحون داخل المعسكر. المدرب عبر حتى على استيائه من التجربة كاملة، واعتبر أن المنتخب ولا مبعثر تنظيميا ونفسيا، الشيء اللي خلاه يكره فكرة الانضمام إله رغم المسؤولية الكبيرة اللي على عاتق أي مدرب وطني. هذه التصريحات فتحت نقاش كبير في الأوساط الرياضية، واش فعلا كاين تدخلات خارج الإطار الرياضي؟ واش الأزمة تقنية فقط ولا تنظيمية ونفسية؟ وأسئلة كتيرة بقت مطروحة، خصوصا في ظل النتائج السلبية والاحتقان اللي كيتزاد من ماتش لماتش. في الآخر كلام المدرب كيبين باللي المشكل مبقاش غير في التيران، ولكن حتى خارجه، وهذا الشيء كيخلي مستقبل الكرة الجزائرية محتاج وقفة صريحة ونقد ذاتي قبل ما يتعاود نفس السيناريو في كل استحقاق.